هادوك الناس كاملهم اللي كانوا معتمدين في المداخل ديالهم على هذيك البلاتفورم داروا الافلاس، يعني ما كانوش عندهم بدائل. الدليل علاش تنقول لك انايا انه جميع لي بلاتفورم ما مضمونينش. اللي تعتمد دابا حاليا حياته كلها متراصيها على يوتيوب، ولا حياته كلها متراصيها على فيسبوك والمداخل ديال فيسبوك، وهذا كون على يقين انه حياتهم مبنيه على الفراغ. وفات ما نمشيوش بعيد على لي كومونتير ديال فيسبوك، ونبقاو في فيسبوك. ومن جمله الافكار اللي كتروج في فيسبوك هو ان كنشوفوا فات ريسامون، انا كنشوف بيرسونيلمون كنشوف واحد المجموعه ديال الناس ما قاريين ما واعيين ما عمرهم قراو في حياتهم، وكيديروا دي فورتون فات. داكشي اللي كيقولوا فات كيقولوا باللي راه كيديروا فلوس كثيره عن طريق الانترنت. واش يمكن لي نكون مع قاري التزفته نيت مسالي، انا مسالي كاريمون كومبليتمون، وندير فلوس بلا ما نقرا كاع ونمشي نخدم. اكزاكتومون. هذا السؤال كان تيطرح قديم، واش زعما ضروري انا باش نقرا وندوز من المدرسه وديك التماره ديال المدرسه كلها باش نخدم؟ وكان قبل كاع ما يبانوا لي ريزو سوسيو، ما تبانش الانترنت وما يبانش التليفون، هذا كان ديك المقارنات يقول لك شوف راه هو ولد فلان ولا راه هو فلان عيا ما يقرا وراه هو جالس ما دار والو، ولا العكس شوف فلان راه هو كاع ما داز من المدرسه وما قراش وراه هو راه دار الامور على راسو مزيان. دونك هاد الفكره هذه بزاف ديال الناس خرجت عليهم. انا تنقول لك قبل ما يبانوا لي ريزو سوسيو، عاد نجيو دابا فاش بانوا لي ريزو سوسيو عاد ولا هذا السؤال هذا تيبان كثير. علاش؟ لانه ولينا فعلا تنشوفوا الناس دايرين الفلوس وما تيكذبوش، فعلا راه كاينه الفلوس، راه تيبان لك في النمط باش عايش، طوموبيل علاش راكب، بلاصه فين ساكن، ليزيفينمون اللي تيمشي ليهم، وهذا تيبان لك فعلا انه راه دار الفلوس، وفعلا راه ما قاريش، ما عنده لا ديبلوم لا والو، نقدر نقولوا حتى البكالوريا ما عندوش. دونك ملي تقول لي شوف فلان هو قرا التاعيه وما خدمش وتتاخذو كنموذج، راه تنساو داك السؤال ديال علاش، شنو هو دوك الاخطاء اللي دار تقرا وما خدمش. دونك هذا السؤال الاول ما تنطرحوش في المجتمع ديالنا، ما تيطرحش هذا السؤال. والسؤال الثاني هو داك الشخص اللي ما قراش ومشى، يعني دار واحد المهنه ديالو ولا دار التجاره ولا دار شي حاجه ومشى مزيان، ما تنطرحوش عاوتاني السؤال شحال قرا هو وشحال ديال التجارب عاش، واخا ما مشاش للمدرسه عاشهم باش يوصل لهذاك النيفو. هاد الاسئله ما تنطرحوهمش، وبالتالي تيجي واحد تيقول ليه صافي خرج من المدرسه وتتخرجوا ويقدر وتتخرج عليه، ماشي تتخرج عليه ديك الساعه. علاش؟ لانه حتى هادوك اللي ما قراوش وداروا شي حاجه غادي تمشي تسولو غادي يقول لك راه مشيت ضربت تماره هنا وتعلمت هنا ودرت هذه ودرت هذه ودرت هذه، بمعنى واحد المسار اللي تقريبا بحال نيت ديال المدرسه اللي دوز. ورغم ذلك تيقول لك كون غير قريت لانه خاصني ديبلوم، خاصني دابا راه الخدمه ديالي محدوده. انه باش نكونوا واضحين، مهما الا كنتي داير شي حاجه ما قاريش عليها، يعني دايرها مهما تمشي فيها بعيد راه غتبقى محدوده، ما تقدرش تمشي بعيد. هذه المساله الاولى. رانا دابا فاش جاو لي ريزو سوسيو، فاش جات الانترنت وفاش جا هذا الموضوع بداو الناس يقتنعوا به اكثر، بيان سور، وخصوصا الفئه ديال المراهقين اللي دابا هما اللي كاينين في المدارس. تيجي تيقول لك تنشوفوا صاحبي كاع ماشي زعما شي واحد قريب ليا وتنعرفوا، وراه دابا تيدخل القد ديال الدولار، وراه عنده لاشين وعنده كذا وعنده كذا ولاش بيت انا كاع نقرا ونبدا تنصدع راسي بهاد المشاكل ديال القرايه كلها وهذا. ولكن اللي خاصو يعرف انه ما معنى شخص ناجح. ماشي اي واحد عنده الفلوس راه تعتبر شخص ناجح. شنو هو في نظرك التعريف ديال الشخص الناجح؟ ملي تقول لي واحد الشخص ما بقاش عنده مبادئ، بمعنى انه انا في الانترنت نقدر ندير اي حاجه، ما معنى فقدت المبادئ؟ يعني داك الشيء اللي كان عندي مقتنع به انه ما نديروش، او لا الحاجه اللي مقتنع بها انه خاصني نواظب عليها ونبقى تنديرها، نزلت عليها ما بقاش عندي شي حاجه مبادئ. فهنا راه ماشي غير ما وليتي انسان غير ناجح، راك وليتي فقدتي كاع الادميه، داك الانسان ما بقيتيش انسان، باش نكون فاهم. هذه المساله الاولى. دونك فاش تيجي شي واحد تيقول لي كان داير هكا ولا دابا تيصور لي فيديو تيدير فيهم هذا الشيء وتيدير هذا الشيء وراه مدخل الفلوس، راه ماشي نموذج ناجح، باش نكونوا واضحين.
هذاك الا بغيت تاخذ نموذج ناجح فخاصك تنازل على الانسانيه ديالك، ما تعتبرش باقي انت راسك انسان، تنازل على المبادئ ديالك. عمرك ما تجي تقول لي انا عندي الكلمه وراه هذا وراه هذه خاصنا نديروها، لا صافي، بمعنى انت ما بقيتيش بنادم بهذه العباره هذه. وعاود ثاني كاين ملي تتقول لي واحد الشخص ما بقاش عنده الخصوصيه، ما بقاش عنده الخصوصيه واخا يكون تيدخل مليون دولار في النهار، داك ما بقاش هذاك الشخص ناجح وما بقاتش هذيك حياته. صافي دي خكوا ما فهمتش هذه النقطه ديال الخصوصيه بمعنى انه انا تنولي حياتي كلها الخاصه اكسبوزي داك للناس. الشيء اللي تنعيش انا عارفينها الناس، حياتي الخاصه كلها، بمعنى من بيت النعاس للماكله للخارج لولادي كل شيء الناس عارفينه. في هذه الحاله هذه ما تقوليش هذاك راه شخص ناجح، كنت يدخل معاه شحال ديال الفلوس، هذاك في لو فون ديالو في العمق ديالو ما بقاش عايش. شكون واضحين، هذاك ما بقاش عايش، ولات حياته مرتبطه بداك الشيء اللي تيدير يوميا. يعني غادي تلقاه ما بقاش عنده الوقت باش يجلس ياكل ديك الماكله اللي تياكل يتلذذ بها وكي تنقولوا تصنت العظام، هذاك ما بقاش عنده. ولا فين ما بغى يدير شي حاجه خاصو يهز التليفون يشوفوا. ايوا نبغي نشير لواحد الحاجه اخويا سفيان، سي كو هضرنا على الناس اللي ما قاريينش، ما كاينين الناس اللي قاريين فهمتي وكيتاخذوا نفس المسار. انا نقول لك الناس اللي قاريين وتاخذوا نفس المسار، حيت غادي نرجعوا باقي للنقطه الايجابيه في هذا باش ما نقولوش ثاني ان راه كاع الناس اللي كاع الناس اللي في سيغ انترنيت راه كاملهم راه هذاك ما تيتسماش نجاح. لا، كاينين الناس نجاح، ولكن بشرط انا نقول لك الشرط. المساله الثالثه اللي ترد منها البال الا كانت، وهذه هي كي تنقولوا مربط الفرس، هي اللي بتفرق ليا ما بين امتى نمشي هنا وامتى نمشي هنا. الا لقيتي واحد الشخص راس ماله كله، يعني اللي تيملك في هذاك الفلوس اللي تيدخل هو لي في، راس ماله كامله، بمعنى هو كامله في ديك لاكتيفيتي اللي تيدير، ما عندوش مهنه، ما عندوش شي مهنه تيمارسها، ما عندوش شي حرفه في يديه والو. الحرفه ديالو هو انه هز التليفون وتيصور، وراس ماله هو هذاك التطبيق وهذوك ليفي. هذا بالنسبه لي ما تعتبرش شخص ناجح، وماشي بالنسبه لي، بالنسبه لاي واحد سوتي ما تعتبرش شخص ناجح. انا نقول لك علاش. اولا انت لا تنتج، انت ما تنتج والو، ما عندكش الماتريز، ما عندكش. ومني تنقول لك لا تنتج، تيجي شي واحد تنطرح عليه سوتي نقول له خاصك تكون منتج في المجتمع ديالك، تيقول لك ويلي واش انت تصنع الصواريخ. اولا الصاروخ راه ما تصنعوش واحد، الصاروخ راه صنعته امه ديال البشر. كيبدا بفكره العلماء ديال الاجتماع اللي اصلا ما تيخدموا كاع في البراتيك، تيخدموا بالافكار. كاين مهندسين، كاين بزاف ديال الناس اللي تيجوا تيتجمعوا باش يصنعوا صاروخ. هذه الفكره السباق كيدخل فيها راه كل شيء تلقى واحد المئات ديال لي بروفيل ولا المهن اللي داخلين باش يطلعوا لك هذاك الصاروخ. دونك هذه الفكره ديال واش انت تصنع الصواريخ هي فكره غبيه، شكون واضحين الا جاوبك بها شي واحد. ما معنى منتج؟ البقال مول الحانوت في السيكتور ديالو تعتبر منتج، تيوصل لك واحد العدد ديال المنتوجات تيقربهم لك، تيربح شويه، تيحرك العجله ديال الاقتصاد، تينقص عليك انت الطريق، تينقص عليك سير واجي، هذاك يعتبر منتج. امام ديال الجامع في الحومه تينتج، تيدوز لي افكار، تينقي لي الناس، تيهذب السلوك، هذاك تعتبر منتج. دونك منتج ماشي بالضروره تكون تصنع الصواريخ، باش نكونوا واضحين. يعني هذا الشخص هذا اللي داخل اليوتيوب ولا داخل لواحد التيك توك ولا واحد البلاتفورم كما كانت، وراس ماله الوحيد هو التليفون او لي في، هذا ما تعتبرش منتج وما تعتبرش ناجح وما تعتبرش ان بون بروفيل. سالينا علاش؟ لانه هادوك لي في وهذاك لو بروفيل وهذيك لا بلاتفورم كلها قدر تغبر ما بين ليله وضحاها، قدر اليوم تكون غدا ما تصبحش عادي. وديجا وقعت بزاف ديال المرات. الا رجعنا واحد 6 سنين هذه ولا واحد 7 سنين نمشيو كاع 10 سنين للور، غادي نلقاو انه بزاف ديال التطبيقات وبزاف ديال لي بلاتفورم اللي كانوا اكثر من فيسبوك، انا تنقول لك اكثر من فيسبوك كانت نستعملوهم، غبروا في مده ما فايتاش 15 يوم. غبروا، تخيل مع انه كانوا عندهم ملايين ديال المستعملين. يعني فين تيبان فيسبوك وفين وغبروه ما بقاوش. يعني هادوك الناس كاملهم اللي كانوا معتمدين في المداخل ديالهم على هذيك البلاتفورم داروا الافلاس، يعني ما كانوش عندهم بدائل. الدليل علاش تنقول لك انايا انه جميع لي بلاتفورم ما مضمونينش. اللي تعتمد دابا حاليا حياته كلها متراصيها على يوتيوب ولا حياته كلها متراصيها على فيسبوك والمداخل ديال فيسبوك، وهذا كون على يقين انه حياتهم مبنيه على الفراغ. في اي لحظه قدر تريب بلا ما كنتي قلتي واحد النقطه شرتي ليها في الحلقه الاولى ديال مهدي. فيسبوك براسها ما وثقاش في البلاتفورم ديالها. ياك الشركه ديال فيسبوك
هي اللي ما صايبه وثقش في فيسبوك. الاستمراريه ديالها. هو براسو ما وثقش انه يستمر. الدليل شنو هو الدليل؟ هو انهم مشاو شراو انستغرام، مشاو شراو واتساب، واستثمروا في مجالات اخرين اللي ما عندهمش علاقه بلي ريزو سوسيو، باش الناس ما يتصحابليوش واش فيسبوك خدامه غير في تصايب على ريزو سوسيو. راه فيسبوك اللي دابا ولات سميتها ميتا، في الاول بدات فيسبوك، دابا ميتا لانه عندهم بزاف ديال لي برودوي اللي هادو راه مستثمرين في قطاعات اخرين، وفيهم قطاعات صناعيه اللي تيصنعوا كاع. علاش؟ باش ينوع الانتاجيه ديالو. وقفات هادي يمشي لهادي، وقف انستغرام يمشي لفيسبوك. ولا لاحظتي راه بعض المرات شحال من واحد تيقول لك لاشين ديالي وقفت فقط لان الناس هاجروا من الفيسبوك مشاو للانستغرام. دونك مساله انه تقول لي هذا شخص ناجح لانه عنده اون شان في يوتيوب فيها 3 مليون ديال لي في وتيصور لي الحياه اليوميه ديالو، هذا شخص فاشل. هذا شخص الحياه ديالو كلها مبنيه على فراغ. ما تقدرش انت تغامر بقرايتك وتغامر بزاف ديال ولا بخدمتك. كاين اللي توصل به مستوى السذاجه انه تيغامر بخدمته وتمشي تيقول لك راه بغيت نمشي ندير لاشين، وراه مشى غاديه ليا لاشين دابا وغادي نمشيش بيت باقي هذه الخدمه راه تدخل لي القد والقد ديال الدولار. دونك هذه فكره غبيه. نمشيو دابا الناس اللي ناجحين واللي فعلا نماذج في لي ريزو سوسيو، هادوك هما اللي عندهم مهن، يعني عنده واحد لاكتيفيتي، عنده شي حاجه تيديرها تما غير سوقها وزاد مشى بها لقدام. بمعنى الغد ليه ولا لا مشات فيسبوك ولا مشى انستغرام ولا داك الشيء وقف، غادي يكون عنده بدائل. يتبنى لا بلاتفورم. انا تنبيع واحد البرودوي، تنبيع الحوايج ولا تنبيع شي حاجه تما، درت ماركت بليس عاوناتني، درت ستور ديالي عاوني داك الشيء حتى مشيت مزيان. واحد النهار غبر هذوك المنتوجات راه باقي بغيت نبيعهم وباقي عندي الكليان ديالي وباقي، لانه انا عندي واحد التجربه اللي واقعيه عايشها، يعني واحد الحرفه عندي انا في يديا. حتى الناس اللي عندهم لي شين ما عندهمش اكتيفيتي اللي ماديه، يعني ما تيبيعوا لا برودوي لا والو، ولكن تيخدم فيما يسمى بصناعه المحتوى. هادو حتى هما راه اشخاص ناجحين. باش ما يتصحاب لكش صناعه المحتوى هو هز التليفون وتنصور تفاعل، لا صناعه المحتوى راه كاينين شركات اللي خدامين تما وفي نفس الوقت خدامين مع شركات وحدين اخرين تيصايبوا لهم الاعلانات، تيصايبوا لهم لي سيناريو، تيصايبوا لهم. هادو هما اللي تنقول انايا في لي ريزو سوسيو سيغ انترنيت هما اشخاص ناجحين. ماشي يجي شي واحد يقول لي لا غادي نكيتي القرايه، غادي نمشي للقرايه باش نفعني هذه القرايه باش نفعني. هذه فكره غبيه. اول واحد غادي يتحمل المسؤوليه ديالها وبيخلص الضريبه ديالها هو هذاك اللي خدا هذاك القرار، ماشي شي واحد اخر. وي بيان سور. خاص الناس يعرفوا هذه القضيه. دونك شي شخص اللي ما قاريش يعني حتى الشهاده ما عندوش وهذا فهمتي، وكيدير باغ اكزومبل فلوس كثيره من الانترنت. كي قلت لك الفلوس كثيره ديرها من الانترنت، راه ماشي معيار ديال انه راه نجحتي. لا سيورمون هذا متفقين. دونك ملي تتكون انت ما قاريش، لانه ما قاريش راه عندها جوج اكزاكتومون. راه تتلقى بعض المرات شي واحد ما قاريش ولكن فاهم. ديك واعي تنقصدوا بها انه فاهم الحياه، لانه الناس بطبيعتهم كاين اللي دغيا تيفهم من التجربه، تيعيش واحد التجربه معينه تيوقعوا له دي بروبليم، ما تعاودش يطيح في هذاك المشكل. علاش؟ لانه عاش هذيك التجربه واستفد منها. دونك دغيا تتلوح له ميساج تيفهم. كاين الناس اللي تبارك الله في 17 عام 18 عام فاهم الحياه، بدا تيعرف كيفاش غاديه الحياه. وكاين اللي تتلقاه مسكين عنده 40 عام 50 عام باقي تيعاود نفس الاخطاء حياته كلها، وتيعاود هذوك الاخطاء تيكررهم، ما تيستافد حتى حاجه، ما تيافونسي قدام. دونك ملي تقول لي شي واحد ما قاريش وداخل لي ريزو سوسيو، هنا راه نقدر نناقشوا جوج ديال لي بروفيل، جوج شخصيات مختلفه. هذاك اللي ما قاريش ولكن واعي هو اللي تنهضر لك عليه، تيمارس التجاره الالكترونيه، تيدير واحد لاكتيفيتي، تيدير الطبخ، تيدير يعني خدا ديك الحرفه البسيطه اللي في يديه حاول يسوقها في الانترنت ودار منها الفلوس. هذا بالنسبه لي شخص ناجح مزيان. علاش؟ لانه حاول يتدارك المشكل اللي عنده. ولكن ملي تتكون ما قاريش وفي نفس الوقت داير الفلوس، هذا ديريكتومون تيمشي بك لهذا. ملي تتلاقى الجهل مع الفلوس تيولي واحد الغرور، تيولي واحد تيحس براسو هذوك لي فان راه جيش عنده، تيولي تيقول شي هضره ما خاص اصلا تقال في لي ريزو سوسيو، تيولي تيدير شي اخطاء، تيولي تيدير الشهات، تيولي على الاخر تيساليها يا اما في الحبس يا اما تيسدوا لها هذيك لاشين. وقدرت تشوف راه نماذج بزاف اللي سالوها في الحبس. امثله كثير. هذوك هما اللي داروا الفلوس
ولكن ان صح التعبير هو حلوف بهذا العباره هذه، هو راه دار الفلوس، ولكن دوك الفلوس ما نافعينو في حتى حاجه، لا في حياته الشخصيه ما طور من حياته، في نهايه المطاف سالها في الحبس. دونك علاش؟ لانه ما فهمش الحياه كيفاش غاديه. ما استثمرش. بخصوص فهمتي ما يعاب عليه هو داك ليكسبوزيسيون ديال الحياه الشخصيه، ليكسبوزيسيون ديال الحياه الشخصيه اللي هي واحد الحاجه اللي ما كتصرش لي انايا بيرسونيلمون. نقدر نتفهم بزاف د الحوايج. شوف تينشر الحياه الشخصيه بواحد الطريقه فظيعه رديئه، يعني واحد الطريقه اللي ماشي كاع محترمه. كاينين اللي نقدر نتفهمهم تيبارطاجيو حياتهم الشخصيه، تيصوروا في رؤوسهم في دي زيفينمون، هذا شويه داك الشيء راقي شويه محترم، ولكن اسمح لي يا ملي تدخل للطواليت وتتصور فيديو راه ما بقاش هذاك ماشي حتى الفطره الحيوانيه نزلتي تحتها. اكزاكتومون غريزه نورمالمون اللي عندنا الغيره الاسريه ما بقاتش. انا تنقول لك الغريزه واش ملي واحد تيصور راسو في طواليت تيدير دي ديشي ديالو فوالا، هذا راه نزلتي على قمه الحيط لا ديجيمانيزاسيون توتال.